ازاي تدمر رامات موبايلك في 60 ثانيه؟ اول خطوه، اقفل كل التطبيقات اللي في الخلفيه كل شويه. كل ما تفتح تطبيق وتقفله امسح كل التطبيقات اللي في الخلفيه عشان تفضل تفرغ وتملي من الرامات بتاع الموبايل، وده في حد ذاته بيقلل العمر الافتراضي للرامات وبيزود استهلاك البطاريه. انك تفتح التطبيق وتقفله تاني ده بيستهلك من المعالج اكتر من انك تسيبه في الخلفيه ولما تيجي تفتحه تاني. نفس فكره السليب مود في اللابتوب او في البي سي، لما يكون البي سي على وضع السليب مفيش غير الرامات بس هي اللي مخزنه الداتا او الابلكيشنز المفتوحه، اما باقي القطع ما بتكونش شغاله زي السي بي يو وكل القطع التانيه ومش بتستهلك باور. ولما تيجي تشغل البي سي تاني هياخد وقت اقل وبالتالي باور اقل. خلاصه الكلام، سيب الابلكيشنز في الخلفيه عادي، الا لو كان موبايلك برامات قليله 3 او 4 هنا تقدر تمسحها عشان يكون الموبايل معاك خفيف. لكن لو كان موبايلك 6 جيجا رام او اعلى ما انصحكش ان انت كل شويه تقفل التطبيقات اللي في الخلفيه. حتى سامسونج نفسها لما تعمل ريستارت للموبايل تقفله خالص وتفتحه تاني هتلاقي كل التطبيقات اللي في الخلفيه موجوده زي ما هي، ما اتمسحتش. وده عشان ما تهلكش المعالج في اعاده فتحهم تاني وتحافظ على عمره الافتراضي لاطول فتره ممكنه. انا محمد جاد، مهندس اتصالات، ودرست اللي انا بقوله لك، فعشان كده اعمل لي فولو عشان تشوف معلومات زي دي كده كتير.